دي مش مقارنة بين اتنين لعيبة، دي مقارنة بين مدرستين حياة، واحد دماغه مسرحية والتاني صامت بس كل لمسة منه بتنطق، واحد كان بيرقص بالكرة وسط الرعب والتاني بيقلب لك المنظومة كلها من لمسة. النهاردة يا جدعان احنا مش هنقارن بين ميسي ومارادونا، احنا هنحاول نحل الشفرة بتاعت افضل لاعبين لمسوا الكوكب. مارادونا مولود وسط الفقر والشارع كان ملعبه، دايما بيحاول يثبت للكل انه الافضل باي طريقه، ما كانش مجرد لاعب، كان فيلسوف غاضب بالكره في رجله. مارادونا عمره ما كان بيدور على رضا الناس، كان بيدور ازاي يخليهم يصرخوا باسمه وهم بيعيطوا. اما ميسي هادي منطوي طالع من بيئه مختلفه، بس كان بيعاني من هرمونات النمو، اتربى ببرشلونه في نظام صارم، كل حاجه محسوبه، دايما بيشتغل بصمت، جوه دماغه في كمبيوتر بيراجع كل خطوه وعينه دايما على المرمى. ميسي مش بس موهوب، ميسي روبوت بيفكر بسرعه الضوء وبيتحرك باخلاق قاتل مأجور. تعال بقى نتكلم على الاسلوب الكروي والوظيفه داخل الفريق لكل لاعب منهم. مارادونا كان بيبدا كلاعب وسط مهاجم، بس كان بيعمل كل حاجه، صانع العاب، مهاجم، مرجع نفسي الفريق، هو قائد بمعنى الكلمه، بيتحرك بحريه، مفيش بلان، هو بلان نفسه. لما الكره كانت بتوصل له الخصم كان بيوقف نفسه قبل ما هو يوقفه. مارادونا هو اللاعب الوحيد لما بياخد الكره الخصم بيتشل نفسيا مش دفاعيا. اما ميسي بدا كجناح يمين بيقطع لجوه، بعدين اتحول لفولس ناين، ولو سالت اي حد اول لاعب لعب فولس ناين في التاريخ هيقول لك هيدوكوتي لاعب المجر. بس لو سالت برضو اي حد من افضل لاعب لعب الفولس ناين في التاريخ اكيد مليون في المية هيقول لك ميسي. وبعد كده لعب كصانع العاب، مفيش لاعب في التاريخ صنع عدد فرص في الثلث الاخير زيه، ولا سجل من خارج الصندوق زيه، دايما بيفتح لعب قبل ما الكره توصل له، بيفكر في الباص الثاني مش الاول. يا صاحبي قلت لك ده دماغ كمبيوتر. ميسي هو اللاعب الوحيد اللي بيمشي في الملعب كانه مش فارق معاه، وبعدين تلاقيه قتلك وانت ما خدتش بالك انه حي. لو بصيت على مارادونا هتلاقيه بيعتمد في معظم الاوقات على الاحساس، بياخد قرار في لحظه تحت ضغط، بيخلق مساحه من ولا حاجه. اما ميسي بيعتمد على الاسكان المسح البصري، بيقرا تحركات ال11 لاعب في جزء من الثانيه. ذكاء ميسي من وجهه نظري هو اعلى من مارادونا. مارادونا كان بيرقص مع العاصفه، اما ميسي بيحسب اتجاه الرياح قبل ما تبدا. يعني ممكن تقول ميسي هو الاذكى اما مارادونا هو الاحرف. تعال بص بقى على الارقام بس بعد ما تحطها في السياق. ميسي ارقامه جنونيه، اهداف واسيستات ومساهمات تقريبا في كل ماتش، اما مارادونا ارقامه متواضعه نسبيا. بس تعال شوف البيئه، المقارنه العادله، مارادونا كان بيلعب في زمن ما فيهوش فار ولا حمايه وكان بيتهان جسديا كل ماتش، اما ميسي بيلعب في زمن الاحتمالات العاليه، التكتيك والانظمه المدروسه. لو مارادونا كان بيلعب النهارده ما كانش حد هيقرب له، ولو ميسي كان في جيله كان ممكن يهرب من الملعب لوحده عشان ما حدش فاهمه. تعال بقى نتكلم عن الشخصيه والقياده. مارادونا كان بيشيل فريقه على الظهر، يشتم يحارب يكسر، لكن دايما قدام. ميسي اتاخر في القياده بس لما لبس الشاره خدهم للعالميه وصعد جبل كان بيسحله كل مره. مارادونا قائد بالغريزه اما ميسي قائد بالثبات. تعال بقى نتكلم عن التأثير الفني والتاريخ. مارادونا غير صورة اللاعب اللاتيني بقى رمز ثوري، أما ميسي غير علم الإحصاء الكروي بقى بنش مارك للكل. الاتنين سيطروا بس واحد حرق والتاني بنى. تعال بقى أحسن جملة في الفيديو ده كله. مارادونا هو أعظم لحظة عاشتها الكورة، وميسي هو أعظم مسيرة شافتها الكورة. مارادونا غير قواعد اللعب، ميسي كسرها وبنى كود جديد. احكموا انتوا، بس لو هتكتب رأيك اكتبه وانت عارف انت بتحكي عن مين، بتتكلم عن مارادونا وعن ميسي. استنى الحلقة الجاية من الموسم الأول ما بين رونالدو الظاهرة ضد كريستيانو رونالدو، وقول لي رأيك في السلسلة بمنتهى الحيادية.